صباح الخير على بنات وولاد بلدي. الموضوع النهاردة هيطول شوية، هتكلم بصيغة البنات، بس الموضوع ممكن برضو يتاخد ناحية الولاد عشان ما حدش يقول لي في الكومنتات انتي ليه بنت محايدة. ما فيش الكلام ده. طيب خلينا نقول اتعرفت على حد عجبني قوي، حسيته الترندات قفلت عليه، اول ما شفته حسيت بكهرباء وبدأنا مرحلة التعارف وقال لي ان هو معجب بيا ودخلنا في ريليشن رائع رائع. بعد فترة من الزمن صحابي بقى يشوفوني والناس واهلي وخلاص بقى الناس بدأت تعرف ان احنا مع بعض in a relationship. ده قبل الخطوبة. كل الناس كانت بتقولك انتي احلى منه وانضف منه كتير، وانتي شايفة ان الترندات قفلت لحد هنا عند الرجال خلاص. وبعد فترة اخرى من الزمن جه قال لي معلش احنا مش هينفع نكمل، وبدون اسباب منطقيه. قطعت في شراييني وانهارت واتوجعت، وانت ازاي تقول كده؟ طبعا انا يعني الناس كلها شايفه ان انا احسن منه واستاهل حد احسن منه، لكن انا مش شايفه ده. عيني معاكي قلبا وقالب. وسابك ومشي. طبعا هو سابك بدون سبب منطقي علشان في طبعا قطقوط تاني مستني، ونفس الكلام للبنت. انا ممكن اقول لك سبب غير منطقي واروح لقطقوط برضو تاني، فانا قلت من اول الفيديو للبنات والولاد. تمام. حاسه ان في حاجه ناقصه، ما انت كنتي بنت ناس واصيله ومحترمه وشايفاه احسن راجل في الدنيا والترندات قفلت. اجيك كام شهر ما انبسطش، حاسه انه هو ضيعك من ايده رجعتي مرة تانية تالتة الرابعة بترجعي. كل مرة اصحابك يا بنتي بتعملي في نفسك كده، يا بنتي ما يستاهلش، وانتي مش شايفة، مفيش وعي خالص، ممسوح، مفيش الوعي بقى. مرات بقى كتير ورجعتي، وبدأتي بقى تتفرجي على فيديوهات وبدأتي تشوفي الناس بتتعامل ازاي. كل ده انتي على فكرة مش عارفة تدخلي حد حياتك، انتي كل ده بتحبيه وعايزاه ومتعلقة بيه جدا، هو يروح ويرجع ويشوف ويرجع. تمام. لحد ما مرة قلتي انا مش راجعة. حاول يرجع وانتي ما بترجعيش، حاول يرجع وانتي ما بترجعيش. انتي بتحبيه وعايزاه بس مش هترجعي عشان هو انتي شفتي ان هو ما يستاهلكيش خالص، وفضلتي تعفري وتعملي هيلينج وتتعاملي وتروحي للثيرابيست وتتفرجي على فيديوز وتطوري من نفسك وتعملي حاجات كتيرة قوي، وهو برضو يروح ويرجع يقول يمكن ترضى. مرضتيش لحد ما بقيتي توتالي ريكوفرد. واول لما بقيتي توتالي ريكوفرد فترة من الوقت وقابلتي الشخص المناسب ليكي جدا. الشخص المناسب ده ظهر علشان انتي توتالي ريكوفرد. اتعلمتي يعني ايه اكتفاء، يعني ايه استحقاق، يعني ايه قيمتي عالية، يعني ايه الناس كانت بتقول ان انا احلى منك كتير، يعني ايه الناس كانت شايفاني حد مبهر جدا وانت طفتني. ودخلت في ريليشن جديدة وهو عارف، وحاول معاكي مرة واتنين وتلاتة. للأسف لأ، أنا مش عايزاكوا توتالي ريكوفرد منك. بقى يشوفك وانتي قاعدة معاه وبتبصيله الجديد بنفس النظرات اللي كنتي بتبصيها له، بس انتي بجد مبسوطة بيه، وبقيتي هو بتشوفيه عادي جدا زي أي راجل عادي جدا. وهنا رسالتي للراجل أو البنت اللي بيضيعوا شخص أصيل من إيديهم، لأنهم بيفضلوا طول الوقت هتقعد تدور على شبيه ليه، بس عمرك ما هتلاقي شبيه ليه، لأن احنا بنتعوض عادي بس ما بنتكررش. فلما تقع في حد، بنت أو ولد بقى، في إيدك حد كويس قوي وانت مش عارف تحتوي ده، أو حاسس ان هو كتير عليك، أو حاسس ان انت مش كفاية ليه، حاول تتعالج، حاول تشوف المشكلة عندك فين، لأن كل واحد فينا كفاية، بس كفاية لما هو عينه بيشوف نفسه كفاية فبيكون كفاية للشخص. مجرد ان انت تحس ان في مشكلة عندك مش عيب ابدا انك تروح لمختص، مش عيب ابدا انك تشوف حد تتكلم معاه تقول له هي حلوة قوي وكتير عليا قوي وانا مش عارف احافظ عليه، بروح وبرجع لها مش فاهم فين المشكلة، او مش عارف انا عندي ايه، مش عارف اكون معاها، وفي نفس الوقت مش عايز غيرها بس بروح لغيرها. ونفس الكلام البنات، لان في بنات كتيرة قوي الستايل ده. فاعرف ان الشخص ده لو انت كنت متوقع ان هو فور جرانتد مضمون، يوم من الايام مش هيكون مضمون، لان مفيش حاجة مضمونة في الدنيا دي، وممكن يمشي وما يرجعش تاني. على فكرة هي الناس كانت شايفة الموضوع من بره، لكن هو كان جوه الدايرة سواء بنت او راجل. بس مجرد ان وعيه حضر وبدأ يرتب دماغه ويرتب افكاره، انا بعمل كده ليه في نفسي،
هو مش هيرجع لك تاني. فعلشان ما تندمش وما تخسرش لو انت حد بيتابع الفيديو وعملت كده او بتعمل كده، حاول تروح تشوف حل. الحاجة التانية، لو انت فعلا عايز البنت دي او انت فعلا عايزة الولد ده، بلاش كلام كتير. يعني الكلام ما بيجيبش نتيجة، اشتغل بأكشنز. حاول تثبت للشخص ده انك فعلا هتتغير. والشخص ده لو حطك تحت الاختبار او اتعامل معاك بطريقة مش كويسة عشان هيديك اخر فرصة، انت لازم تكون واعي ده، علشان ولاد الناس مش لعب. علشان كمان ما تعيش طول عمرك ندمان بعد ما تسمع منها كلمة it's too late. خلاص فات الأوان. وكمان هتشوفها وهي فعلا مبسوطة وسعيدة بحياتها الجديدة، لأنها كانت تستاهل إن هي تعيش مبسوطة، مش تعيش على طول مضغوطة، على طول بتعيط، على طول بتبعد عنها بدون أسباب منطقية، على طول ما بتعرفش تحتويها. فهي كانت تستحق الحاجات دي، احنا كلنا نستحق. بس انت ما كنتش تستاهلها بشخصيتك القديمة. انت ممكن تتغير، بس أوقات كتيرة كلمة it's too late بتحولنا لأشخاص سامين وإحنا مش واخدين بالنا. بتحولنا إن إحنا بندخل علاقات مؤقتة، ما ببقاش قادر أكمل مع حد أو بعيش وحيد. فما تعملش كده في نفسك، لأن كلنا نستحق. بس مادام عرفت المشكلة فين وحطيت إيدك عليها، ممكن تقدر تشتغل على ده كويس قوي. وده كتير ممكن يريحك، وبعد كده يخليك إما لو ليكوا نصيب في بعض هترجع لها، يا إما تعرف تبدأ مع شخص جديد وممكن يقع في طريقك شخص جديد بعد ما تعرف تكون كويس وتعرف المشكلة فين، فتعرف تحافظ عليه.